محدش واخد باله ان في عمليات ضرب اسفين خبيثه بين الاهلي والزمالك في الفتره دي، لعوده الصراعات بينهم او لضرب الوفاق اللي الحمد لله تم بينهم. وبعدين عمليه السرسبه في ضرب هذه الاسفين بتدي يعني شويه شويه كده السم، وساعات السم ده بيبقى في العسل عشان محدش ياخد باله. على الصعيد يعني الداخلي بنشوف انه النهارده اعضاء مجالس الادارات في الناديين ورموز الناديين ومحبي الناديين اللي عايزين يقولوا ان احنا ملوك اكتر من الملك بداوا النهارده بيستخدموا حرب البوستات. كان في الماضي القريب حرب التصريحات، وعشان حد يطلع تصريح زمان ومش زمان قوي يعني كان يا اما يتكلم جريده او يدور على شاشه او ميكروفون اذاعه. دلوقتي هو قاعد يروح ضارب الزر ويضرب اللي هو عايزه وفي ثانيه بيوصل. فبتلاقي ده العضو ده بيتكلم كلمتين، التاني بيرد عليه، دخل في مسألة كرامة. الجماهير الناديين طبعا عايزة تبقى تساند لكل طرف بتاعها، وسواء الطرف ده بيتكلم صح فالمؤيدين ليه أنصار النادي اللي بيشجعوه وهكذا. وطبعا مع كل احترام والتقدير طبعا لمسألة التشجيع وحب الأندية. وبعدين اللعيبة نزلت الميدان وكمان بدأت تشتغل في نفس القصة، والمسائل بتتورم شوية شوية لدرجة انه ممكن دلوقتي ما تحسش بالخطر لكن بتلمسه. الغريب في الموضوع ان ده البيئة دي بتضعف الوضع الكروي بين الناديين، والمناعة بتاعتهم بتقل، وبالتالي بتلاقي تدخلات بتجيلك من كل حتة. وبدأنا نشوف النهاردة كل الدنيا بتتكلم عن اللي بيحصل جوه الساحة الرياضية المصرية وبين الأهلي والزمالك، وبنشوف يعني يعني اهتمامات الناديين بتزيد بسلبيات اللي موجودة بينهم. يعني عمليات المخورة ما بقتش من الداخل فقط، عمليات المخورة بتأتي من الخارج. وده الخطر، ان هناك من يسمح لنفسه او يسمحوا لنفسهم ان هم يتدخلوا في شؤون الاهلي والزمالك بهدف ما اقدرش اقول انه هدف نبيل، لكن 100% الاهداف معظمها غير شريف. من هنا يعني وجب التنويه والتحذير. ومن ساعات او من كام يوم يعني اتقابل الكابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب في فرح ابن الكابتن اشرف قاسم، وكلنا شفنا الصور. وانا متاكد وحسب ما علمت ان القعده يعني خرجت عن مجرد الحديث التقليدي لمجرد العتاب. يعني ده ايه عمل ده وده عمل وده عمل ايه وكان القصه ايه، ودخلنا في مساله بس. ايجابيه اللقاء اعتقد امام الراي العام مهمه جدا جدا، لكن برضو يعني ايه النتائج الايجابيه ما كانتش على المستوى الكافي ان الدنيا تمشي الى افضل. الناس احداث كتير جدا جدا في الشارع الكروي والرياضي بتروح تحت الرجلين في ازمه او في ازمات او في صراعات او في سموم تبث سنه سنه في العلاقه بين الاهلي والزمالك. وانا بعتقد انه العلاقه دي يعني اذا اهتزت هيحصل اصابات خطيره جدا جدا. ولا حل ولا مجال اطلاقا لان تستقر حاله الكره في مصر او الرياضه في مصر الا اذا كان الاهلي والزمالك ايد واحده، وده اللي ما بيعجبش ناس كتير لا هنا ولا بره. شكرا لحضراتكم.